بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أما بعد، في الفيديو ده أنا مجمع لك أهم الأسئلة والاستفسارات اللي اتكررت كتير جدا من الدفعة اللي داخلة سنة أولى السنة الجديدة عام 2026. جمعت لك كل الأسئلة اللي اتكررت وجات لي في الكومنتات على الفيسبوك أو في التيك توك أو جات لي في رسائل خاص في الواتس. في أسئلة كتير جات لي من الدفعة الجديدة اللي داخلين سنة أولى كلية، سواء أنت أولى جغرافيا أو برنامج المساحة المميز جيوماتكس اللي هو اسمه كريدت في أي محافظة في جمهورية مصر العربية. فالفيديو ده تجميع لأهم الأسئلة والإجابات الدقيقة والمنطقية لهذه الأسئلة. أنا عز فليفل، تابعني. أول سؤال بيجي لي هو عن التقديمات. ده أول سؤال ممكن يكون بيجي عن التقديمات. بيجي لي أسئلة كتير عن التقديمات، فأنا محتاجك تعرف حاجة. كل جامعة، كل محافظة ليها ميعاد تقديم مختلف بشكل مختلف. فأنت كطالب ما ينفعش تسألني أنا على تقديم طنطا ودمنهور وشبين والقاهرة، لأني أنا أكيد مش ملم كل معلومة تقديمية لكل جامعة. يعني تقديم القاهرة بيختلف عن تقديم شبين، بيختلف عن تقديم الطنطا، بيختلف عن تقديم اسكندرية في الميعاد وفي الوقت، وفي كمان في امتحان القدرات. يعني في بعض الجامعات لها امتحان قدرات أكيد، زي مين؟ زي آداب اسكندرية. في جامعات ملهاش قدرات خالص، زي مين؟ زي طنطا وشبين والقاهرة أظن. انت فاهم؟ فكل جامعة ليها نظام تقديم مختلف، وكل جامعة لها ميعاد تقديم مختلف، وكل جامعة ليها امتحان قدرات أو لا، أو حتى الأوراق اللي بتقدم بيها ممكن تكون مختلفة. هتسألني تقول لي طب أعرف منين؟ انت بقى محتاج واحد، تتابع بيدج الجامعة في الفيسبوك أو في السوشيال ميديا. 2، محتاج إجابة دقيقة، هروح الشؤون بتاعت الجامعة واسأل فيها. 3، محتاج أعمل علاقات أو أصاحب طالب مثلا في أولى أو في تانية هناك، أو أعرف علاقات بناس هناك تدليني على الصح. من الغلط تسألني عن تقديمات جامعتك أو تسأل أي حد عن تقديم في الجامعة بتاعتك هو ملوش علاقة بالجامعة بتاعتك. ليه؟ لأن من الغلط مثلا تسأل زميلك اللي في طنطا عن تقديم شبين، لأن تقديم شبين مختلف عن طنطا. حلو؟ فبالنسبة لي امتحان القدرات، بالنسبة لي ميعاد التقديم، بالنسبة لي ورق التقديم، بالنسبة لشكل التقديم، بالنسبة للامتحان أو الكشف اللي بيتعمل في التقديمات، بيختلف من جامعة للتانية. عاوز إجابات دقيقة، أتابع الجامعة على السوشيال ميديا لأن أكيد بينشروا المواعيد وكل حاجة. أكون على علاقة بطالب في أولى أو في تانية أو في ثالثة أو في رابعة يساعدني في التقديم، وأسأل الجامعة نفسها في امتحان قدرات أو لا، والكلام ده كله. تمام؟ من الغلط اللي انت تسأل حد بعيد. ليه؟ لان اكيد مفيش حد ملم بتقديم الجامعات كلها الموجودة في مصر كلها، والتقديم بيستمر لمدة شهر. فانت محتاج تبذل مجهود شوية. السؤال التاني بالنسبة لي امتحان القدرات. امتحان القدرات الموجود في الجامعات موجود في بعض الجامعات، اغلب جامعات مصر ما فيهاش قدرات. طب هنفترض الجامعة اللي انت بتقدم فيها او كلية الاداب اللي انت بتقدم فيها فيها قدرات، فامتحان القدرات بيكون امتحان عام. يعني امتحان عام، هذا امتحان عن الرياضة بشكل عام، عن الجغرافيا بشكل عام، عن انجليزي بشكل عام. ولو انت حليت غلط مش مشكلة، انت بتقدم امتحان قدرات للكلية. انت فاهم الفكرة؟ لان في ناس بتبقى داخلة امتحان القدرات مرعوبة. لو انت جامعتك لو اصلا فيها قدرات فما تروحش خايف، خلي عندك معلومات عامه وحل على قد ما تقدر، والجامعه ان شاء الله باذن الله هتقبلك. لان نادرا ما بيقبلوش، يعني نادرا لما بيرفضوك بسبب امتحان القدرات. ممكن تترفض بسبب مجموعك ما جابش الجامعه، ممكن تترفض بسبب اسباب اخرى. اما تترفض بسبب امتحان القدرات ده بيكون مثلا ضعيف جدا. فالناس المتوتره او خايفه امتحان القدرات ما يخوفش، انت روح عندك معلومات عامه وان شاء الله باذن الله كل خير. باكد تاني على السؤال الاولاني، اي معلومات عن التقديم، اي معلومات عن تقليل الاغتراب، اي معلومات عن التنقل الجامعات، ده لازم تسال فيها الجامعه نفسها. ما تسالنيش وما تسالش حد، ما تتوهش على اجابات غلط. اللهم اني بلغت. ماشي.
السؤال الثالث اللي بيجي لي كده، احنا جاوبنا الاولاني وجاوبنا الثاني. السؤال الثالث اللي بيجي لي دايما هي الدراسه بداخل الكليه او الجامعه، سواء بقى انت جغرافيا او برنامج المساحه المميز جيوماتكس او اسمك كريدت. بيجي لي اسئله: هل احنا بندرس انجليزي في جامعه او اتنين في مصر بس زي جامعه الدلتا دراستها كلها انجليزي؟ 99% من جامعات مصر دراستها باللغه العربيه، بس ده مش ممانع ان انت ممكن تقابل ماده او اتنين بيعتمدوا على الانجليزي. غالبا مواد النظم بتعتمد على الانجليزي، وغالبا ممكن تقابل ماده اصلا اسمها انجليزي. فتاني، هل الدراسه بالانجليزي؟ لا، هي في جامعه او اتنين في مصر كلها دراستها كلها بالانجليزي، بس 99% من جامعات مصر الدراسه بالكامل بالعربي. ولكن انت ممكن تقابل بعض المواد بتعتمد على الانجليزي زي النظم، وممكن تدرس ماده او اتنين في حياتك انجليزي، اتنين مادتين ثلاثه في هذا الرينج. ولو انت معلوماتك ضعيف في الانجليزي مش مشكله، كونك ضعيف انجليزي ده مش هيعيقك في الدراسه. ده سؤال واجابته واضحه: انا ما اعرفش حاجه في الانجليزي، هقف؟ لا، مش هتقف. بالمذاكره الدنيا هتبقى تمام. هل الانجليزي اللي جوه الجامعه صعب؟ لا، بالمذاكره كله هيبقى تمام. اما بقى مش بتذاكر فانت تستحق اللي يحصل لك. هل الانجليزي صعب؟ لا، اجابه واضحه وصريحه. هل ضعفي في الانجليزي هيعيقني؟ لا، بس انت اكيد محتاج تذاكر. هل جوه الكليه في رياضه؟ هيقابلك مواد كتير رياضه. هل الرياضه صعبه؟ الرياضه عاديه. حضرتك ما بتحبش الرياضه عاديه، بالمذاكره هتيجي، مش صعبه بس مش السهله اللي انت ما تذاكرش وتنجح. هل في رياضه؟ في مواد رياضه، على الاقل هيقابلك كل ترم على الاقل يا ماده يا مادتين رياضه بشكل رياضه. هل الرياضه صعبه؟ لا، بس مش السهله اللي انت تطنش وتنجح. انت فاهم؟ بالمذاكره هتيجي. فانا ما بحبش الرياضه، هيبقى في عائق؟ لا. انا ما بحبش انجليزي، هيبقى في عائق؟ لا، بس انت محتاج تذاكر. واخد بالك؟ هل الرياضه صعبه؟ لا. هل الانجليزي صعب؟ لا. هل ضعف في الانجليزي او ضعف في الرياضه هيعيقني؟ لا، بس انت محتاج تذاكر. طب محتوى الكليه ايه؟ محتوى الكليه هو جغرافيا بشكل بحتي، بس مش الجغرافيا اللي انت خدتها في الثانويه العامه. الجغرافيا بتاع الثانويه العامه حماده، وجغرافيا الكليه حماده تاني خالص. فانت محتواك الاساسي جغرافيا مع رياضه مع انجليزي مع نظم اللي هي حاسب آلي. هتسالني هتقول لي كوني ما بعرفش اتعامل مع اللابتوب هيعيقني؟ لا، بس انت محتاج تبدا تتعامل على اللابتوب، ودي هتكلم فيها في اخر الفيديو. يعني تاني، لو انت ضعيف انجليزي، ضعيف رياضه، ضعيف لابتوب، مش هتعرف تنجح؟ لا، لو ذاكرت هتنجح، بسيطه. اما انت بقى جوه دماغك مش عاوز تبذل مجهود وتنجح، لا، انت في دماغك ميه بطيخ، الله يعينك بقى عليها. حلو؟ تمام. من الحاجات اللي بتسأل فيها برضو ده 4: هل انا لو جغرافيا مش برنامج مساحة مميز كريدت، انا لو جغرافيا هحتاج زي ما بيقولوا اذاكر مذاكرة شديدة واجيب امتيازات عشان ادخل مساحة؟ لا. دخول مساحة بيعتمد على اعلى ناس في الدفعة. انت فاهم الفكرة؟ مش شرط تجيب امتياز، بس انت شرط تكون من اعلى الناس في الدفعة. فانت هتحتاج تذاكر. طبيعي انت في جغرافيا او جيوماتكس او في اي حتة طبيعي تذاكر، صح؟ فانت لو انت جغرافيا وعاوز تتخصص مساحة هتذاكر، بس مش المذاكرة اللي في دماغك. فاهم؟ انت لو ذاكرت نص مذاكرة الثانوية العامة هتدخل مساحة. يعني اتمنى تكون واصله لك. هل انا كجغرافيا محتاج اذاكر عشان ادخل مساحه؟ المذاكره اللي في دماغك بقى لا، مذاكره بسيطه هينه. يعني انت لو خدت لك في يوم ساعتين مذاكره هتدخل مساحه. هل انا محتاج اجيب امتياز عشان ادخل مساحه؟ لا، جيد جدا ممكن تدخلك مساحه، وجيد ممكن تدخلك مساحه، وعاوز اقول لك في بعض الجامعات ممكن تبقى مقبول تدخلك في مساحه، لان دخول المساحه برضه بيختلف من جامعه للتانيه. في جامعات شروطها شديده
زي دمنهور، في جامعات شروطها هينه زي طنطا، فبرضه بتختلف من جامعه للتانيه. بس في كل الجامعات مش مذاكره زي الثانويه العامه، ربع مذاكره الثانويه العامه تدخلك مساحه على فكره لو انت بس اهتميت. اتمنى تكون واصله. تمام. السؤال الخامس بيقول لي طب انا قدمت يا باشمهندس، سواء قدمت جغرافيا او قدمت جيوماتكس واسمي منزلش والدراسه بدات، احضر فين؟ بص يا حبيبي، في بعض الجامعات الطبيعي بتاعها الاسامي بتتاخر. طب نفترض ان الاسامي اتاخرت والدراسه بدات، بتحضر في القسم اللي انت عندك اعتقاد كبير اللي انت اتقبلت فيه لغايه لما اسماء تنزل. مفيش حل تاني. يعني لو الدراسه بدات والاسامي ما نزلتش هتعمل ايه؟ هتغيب؟ لا، احضر في القسم اللي انت قدمت فيه وعندك اعتقاد كبير اللي انت اتقبلت فيه. فاهم؟ مفيش حل تاني. طب هل يا باشمهندس ممكن احضر في قسم واتقبل في قسم تاني؟ وارد يحصل. ساعتها هتحاول تعوض اللي فاتك. عشان بس اكون واضح معاك، اوقات بتحصل ان الطالب يكون عنده اعتقاد ان هو يتقبل في قسم، ولما اسماء تنزل يلاقي نفسه متقبل في قسم تاني او في برنامج تاني او ما اتقبلش في البرنامج ده. انت فاهم؟ فلو الاسماء لا قدر الله في جامعتك، طبعا في بعض الجامعات الاسماء هتنزل بدري، يعني مع بدايه الدراسه انت عارف انت اتقبلت فين، بس في بعض الجامعات التانيه هتتاخر. ايه الحل؟ هحضر في القسم اللي انا حاسس ان انا هحضر فيه لغايه ما الاسماء تنزل، وان شاء الله تلاقي نفسك في القسم اللي انت فعلا اخترته ايه وحبيته، ومفيش اي حلول تانيه قدامك غير تستنى الاسامي تظهر. في بعض الجامعات ان شاء الله هتنزل اسماء بدري، في جامعات بتتاخر بيه طبعا. تمام. في اسئله برضو بتجيلي نسميه السؤال السادس: انزل تدريب امتى؟ خد كورسات وانت في اولى، انزل تدريب في اجازه اولى. اسمع مني وركز. خد كورسات مواد او كورسات تأهيلية من سنة أولى، ما تستناش. خد كورسات من أولى. عاوز تنزل موقع من أجازة أولى، اللي يقول لك ما تاخدش كورسات إلا لما تتخصص، واحد مش فاهم. اللي يقول لك ما تاخدش كورسات أو ما تاخدش دبلومات إلا لما تتخصص، واحد مش فاهم، بيضحك عليك وبيضيعك. اللي بيقول لك ما تنزلش موقع لما تتخصص، واحد بيضحك عليك وبيضيعك. خد كورسات ودبلومات من اولى عادي قبل ما تتخصص، وانزل تدريب من اجازه اولى عادي جدا، سواء تدريب جي اس او مساحه. ماشي. وندخل برضو على السؤال اللي بعده اللي هو التخصص. انا ده السؤال السابع. طيب يا باشمهندس عز، انا دخلت جغرافيا وما تخصصتش مساحه، ممكن اشتغل مساحه؟ اجابه واضحه وصريحه. تاني، لو انت في جغرافيا وتخصصت مساحه ممكن تتخرج وتشتغل نظم عادي جدا، ولو انا تخصصت نظم ممكن اتخرج واشتغل مساحه عادي جدا، ولو انا تخصصت عامه ممكن اشتغل مساحه او نظم عادي جدا. سوق العمل بيعتمد على المهاره في المقام الاولاني، واللي متابعني انا زهقت من الجمله دي، صح؟ فنرجع تاني. لو انت جغرافيا وتخصصت مساحه تقدر تتخرج وتشتغل نظم، اتخصصت نظم تقدر تتخرج وتشتغل مساحه، ما تخصصتش خالص تعرف تشتغل مساحه ونظم، لان سوق العمل بيعتمد على المهاره. فعشان كده بقول لك انزل تدريب من اولى. طبعا من الافضل تتخصص مساحه او نظم، بس هنفترض ان ربنا ما وفقكش وما تخصصتش، حياتك مش هتقف ولا حالك هيقف. اما برنامج المساحه المميز اللي هو جيوماتكس اللي هو كريدت، انت ما بتتخصصش، انت من سنه اولى يابا بتدرس مساحه ونظم واستشعار مع بعض، ما كله برضو بفلوسه، صح؟ تمام. بيجي لي بقى اسئله تموت. ايه هي اسماء المواد اللي انا هدرسها وعاوز الكتب؟ اغبى سؤال واغبى قرار اللي انت تسالني من دلوقتي قبل ما الدراسه ما تبدا عن الكتب وعن اسماء المواد وتاخد فكره. ليه؟ بلاش تاخد كورسات، بلاش تسال على الكتب،
بلاش تسأل على اسماء المواد قبل ما الدراسة ما تبدأ. ليه؟ لان حضرتك النظام بتاع الكلية مختلف تماما عن نظام الثانوية العامة، فلو انا اديتك اسماء المواد والكتب وقريت فيها مش هتفهم حاجة وهتتعقد. الناس اللي جسمها بياكلها، الناس اللي عاوزة تجري، التسرع في بعض الاوقات غلط مدمر. فالناس اللي بتسألني عن اسماء المواد او الكتب او تبدا كورسات من قبل ما الدراسه ما تبدا، ده غلط وغباء. ليه؟ لان ده نظام جديد انت اول مره تتعامل معاه، فمن الغلط تتعامل معاه لوحدك، لان طبيعي تتعقد، طبيعي ما تفهمش فتبدا تزهق. احنا مش عاوزينك تزهق من الاول. هيبقى عندك ترم كامل ابقى ذاكر فيه يا حبيبي. يعني لو انت مستعجل قوي، انت عندك ترم وريني فيه مجهودك. من الغلط ومن الغباء اللي انت تسال على الكتب او تسال على اسماء المواد او تبدا كورسات من قبل ما الدراسه ما تبدا. ده نظام جديد انت مش محتاج تبقى فيه لوحدك، انت محتاج تتريث. ماشي. بالنسبه لللابتوب، نصيحه من اخ: عدم وجود لابتوب عادي، بس من الافضل يكون معاك لابتوب. يعني لو انت عندك اي قدره تجيب لابتوب جيبه. مفيش لابتوب حالة هيقف، لا، انت ممكن تتعامل من غير لابتوب عادي جدا، ولكن وجود لابتوب ميزة قوية جدا ليك، هيخلي ايدك تتعامل بدري فتبدأ تاخد خبرات وتعامل بشكل اسرع. تاني، لو انا ما معيش لابتوب حالة هيقف، اجابة واضحة وصريحة لا. عدم وجود لابتوب مش مشكلة، بس من الافضل تجيب لابتوب. ونصيحه من اخوك، لو تزنق نفسك جيبه. اللابتوب كل يوم بيغلى، وكل يوم بتفقد وقت من وقتك انت ممكن تكتسب فيه مهاره. لو تعرف تجيب لابتوب من دلوقتي جيبه، مش جهاز بي سي، لابتوب هيفرق معاك جدا. نصيحه، مش جهاز بي سي، لابتوب. طب انا ما معيش غير بي سي، خلاص اتعامل معاه، ما دي مقدرتك تجيب لابتوب يا ريت. مقدرتك ما فيش غير بي سي، تمام. مقدرتك ما تجيبش خالص، هتعرف تتعامل لغايه لما ربنا يكرم. يبقى عدم وجود لابتوب مش هيوقفك، بس من الافضل يبقى عندك لابتوب، لان هتفرق معاك جدا في تعاملك وفي خبرتك وفي ادراكك للامر بسرعه. كل ما بتتعلم وانت صغير، كل ما بيكون عندك وقت تكتسب خبرات وتغلط اكتر وتعرف الصح من الغلط. تمام. بالنسبه لسؤال النقابه، هل في ده السؤال تقريبا التاسع يا الثامن يا التاسع، انا نسيت في العد. هل في اي حاجه تتعمل عشان ننضم لنقابه المهندسين؟ الاجابه واضحه وصريحه لا. مفيش اي خطوه تتعمل اثناء الدراسه او بعد التخرج يخليك تنضم لنقابه المهندسين وخلصت. عشان تنضم لنقابه المهندسين لازم تكون خريج يا كليه هندسه يا معهد هندسه، غير كده لا. فاي حد في اعتقاده ان انت هتاخد سنه مش عارف فين عشان انضم للنقابه، الكلام ده ليس له مصدر من الصحه، الكلام ده كذب وغلط. خريج اداب، جغرافيا، او خريج جيوماتكس، اي جامعه اهليه عاديه، عمرك ما هتنضم لنقابه المهندسين داخل مصر. انا بتكلم جوه مصر بس، لان بره مصر الموضوع مختلف. جوه مصر لما تكون خريج يا هندسه حكومي يا معهد هندسه. قال له كلام واضح وصريح. طب احنا لينا نقابه دلوقتي واضحه وصريحه؟ لا، مفيش نقابه في مصر الا وقتنا هذا مهنيه مش عماليه. ركز، مفيش نقابه مهنيه للمساحين حتى وقتنا هذا. طب هل يا باشمهندس عز هيبقى لنا نقابه في المستقبل؟ كلنا بنامل وبندعو ربنا يبقى فيه نقابه في المستقبل تحفظ حقوقنا من الداخلين فيها. بس لغايه دلوقتي حالا مفيش نقابه مهنيه. ولو انت مش عارف الفرق بين النقابه المهنيه والعماليه، انا عامل فيديو قبل كده بشرح فيه الفرق بين الاثنين، هبعته لك تسمعه. اخر حاجه معانا، اديني بقى يا عز نصايح من ذهب كطالب لسه داخل سنه اولى. من دلوقتي خد كورس انجليزي هيفرق معاك جدا. خد كورس برمجه، انجليزي وبرمجه وحاسب آلي اللي هي ICDL.
ال3 كورسات دول ملهمش وقت، يا ريت تبدا من دلوقتي، يا ريت تبدا من دلوقتي. انجليزي، برمجه، ICDL، هتفرق في حياتك 360 درجه. ولو انت استنيت الوقت المناسب تبدا، عمرك ما هتبدا. لو انت حالا شايف نفسك مزنوق، فانا احب اقول لك انت طول حياتك هتفضل مزنوق، هتطلع من مشكله تدخل في مشكله، هتطلع من مشكله تدخل في مشكله، لان هي دار ابتلاء، دار كرب. عاوز تطور من ذاتك، ابدا من دلوقتي وازنق نفسك. تمام؟ ال3 دول لو انت بداتهم من اولى هتبقى طب في رابعه. انا عز فليفل، اتكلمت كتير بما فيه الكفايه، جاوبت على اغلب الاسئله اللي جات لي السنه دي ان شاء الله باذن الله، واتمنى تكون فرقت معاكم. انا عز فليفل.